جبنا لكم النهارده المنتجات المصريه بديله عن المنتجات المستورده. تعالوا اوريكم جبنا ايه. اول منتج معانا وهو سناب دوت بطعم الخوخ، وده مشروب شعير بنكهه الخوخ خالي من الكحول. ده سعره 12.5، وفي منه اكتر من نكهه. وفي منه بطعم الاناناس، وفي منه ده شعير زي البريل كده، بديل البريل ساده يعني يعتبر. يلا بينا ندوق ونشوف طعمه. نبدا الاول وندوق طعم الخوخ. بص لونه، ده الخوخ، ده لونه. الستيم فيه والله ريحته عالي جميله قوي، ريحته جميله. والستيم عالي. لا استيمه قوي وطعمه حلو بصراحه. هو حد شويه الستيم فيه حد الستيم جامد. جدا، مش وحش. لا ده من الحاجات الكويسه، الطعم ده كويس جدا. الخوخ ده طعمه جميل بصراحه وهادي لذيذ. كده. تاني طعم معانا وهو بالاناناس. حاسس طعم الاناناس فيه خفيف شويه. طعم الاناناس فيه خفيف شويه. تحسه مياني شويه. بصراحه طعم الخوخ احسن. ده فيه الستيم بتاعه حبيت قوي الخوخ قوي، أكتر. والطعم فيه ضعيف جدا بصراحه. التاني كان احسن يعني، الخوخ طب كان يلا احسن. بينا نشوف حاجه تانية. شوف التاني. يلا بينا. وتالت طعم معانا من سنابس اهو، طعم البريل الساده، الشعري الساده. ترى طعمه هيبقى ايه بقى؟ ريحه بريل فعلا. لا بس طعمه اخف من بريل على فكره. بجد؟ اخف لا من بس بريل، طعمه وان قوي. ميوني كده عن بريل. لا بريل بجد؟ يعني بريل بتعمل صدمه اكتر من كده. لا ده اهدى من بريل، اصل انا عارف بريل. بس طعم. لا ده اهدى من بريل بشويه. تعالوا بقى نشوف المنتج اللي بعده. والمنتج التاني معانا V7، ده بديل شويبس. في منه كذا طعم، حوالي مثلا 6 اطعم او 5 اطعم. احنا جبنا منه 4، ده اللي لقيناهم. بصراحه انا عاجبني قوي الباكجنج بتاعه، لان هو يعني كان زي ما انتم شايفين كده مقفوله من فوق بغطا كده عشان ما يتوسخش. حاجه كده يعني ايه، زياده في الامان. منها بقى اكتر من طعم. بصوا جبنا طعم ايه، ده الاناناس، بلو بيري، في الرمان، ليمون بالنعناع جامد برضه. تعالوا ندوق كل واحد ونقول لكم ده بكام ده يا مصطفى. ده ب 15 جنيه. هنبدا بقى نجرب الاناناس، وهنشيل بقى الغطا بتاعه اللي قدام ده اهو، الغطا البلاستيك ده، عشان طبعا يبقى نضيف من فوق. حاجه الميزه دي كويسه جدا. ودايما هو مكتوب عليه فيتامين دي ومحلى بالعسل، محلى بالعسل وفيتامين دي. ندوق. يلا بينا. قوي ده جدا. طعمه جميل، ده حلو قوي. السين بتاعه قوي وطعمه قوي. حلو جدا. تجربتي ليه حلو. ايه رايك؟ لا عالي قوي المنتج ده، عالي. يلا بينا على خش على اللي اللي بعده. تاني طعم معانا هو بطعم الرمان، وبرده فيه فيتامين دي، وفيه طبعا محلى بالعسل برضه. يلا ندوقه. يلا ندوق. لونه حلو قوي. لونه احمر. بصراحه ما عجبنيش. هو طعم الرمان فيه خفيف شويه، لا حاساه مش مسكر بس ريحته كده. حلوه يعني. ريحته حلوه مسكر. كده، ريحته زي البونبوني، ريحه البونبوني الرمان. بصراحه مش الطف حاجه. يلا بينا نشوف اللي بعده. يلا بينا. وتالت طعم معانا ده طعم البلو بيري، برضو فيه فيتامين دي وبي 12 ومحلى بالعسل. ده جامده، لونه ازرق جميل. ماشي. بص اللون، لونه حلو قوي. ريحته غريبه شويه. طعمه ما عجبنيش. طعمه مش الطف مش حاجه. لا احسن حاجه بالنسبه لي. لا ده مش معانا ده خالص، مش جاي معايا. يلا طعم يلا نخش تاني. بقى على اللي بعده. واخر طعم معانا وهو الليمون بالنعناع، فيه فيتامين ب 1 وب 12 وبرده محلى بالعسل. ايه ده؟ صعبه. لونه خطير. ده ريحه الليمون اللي طلعت فاحت عليا لونه جامد. خطير وعامل من فوق كده ريحة لفوق جميلة. اكنه ليمون لونه- معمول فعلا في البيت. لونه الليمون اللي انا فعلا. يعني مزز شويه. ما عجبنيش خالص مزز، بصراحه. طعمه قوي شويه، مزز. لا مش حلو. يعني حاسه ان هو يعني ايه، الستيم بتاعه قوي جدا، فمش مبين ان هو ليمون بالنعناع خالص. مش الطف حاجه بالنسبه لي. لا مش الطف حاجه. وتالت منتج معانا سبيروس باتيس، طبعا ده مكسر الدنيا ده. الاكثر شهره دلوقتي. وجبنا التلاته دول بالعافيه والله. دول اللي جبنا بطعم دوت ايه ده، التفاح التفاح الاحمر. الأحمر. بصوا شكله. وجبنا بطعم الاناناس. وجبنا بطعم التوت. كان في اطعم تانية بس بصراحه ما عرفناش ما نجيبها. عرفناش نجيبه، في حوالي 8 اطعم، بس دول اللي عرفنا نجيبهم لان هو مش متوفر خالص نهائي، وده سعره 10 جنيه. يلا بينا ندوقه. يلا بينا. اول واحد هنبدا بيه هو التفاح الاحمر. الاحمر. ريحته تفاح فعلا. يلا بينا. ريحته جميله. حلو. طعمه حلو. حلو. هو الستيم بتاعه قوي بس طعم التفاح فيه يعني لا طعم واضح التفاح باين. وحلو. لا جميل ده.
يلا نشوف اللي بعده. ده ينفع فعلا بديل كويس للبيبسي والحاجات دي. حلو. اللي بعده وتاني طعم معانا النهارده سبيروس باسس الاناناس. على فكرة يا جماعة هو المنتج ده مش جديد، ده موجود من زمان قوي، 1920. من 1920، بس هو دلوقتي احنا اقبلنا عليه جامد. ريحته حلوه، عليه اقبال جامد المنتج ده. شربنا كتير قوي يا جماعه. الطعم الانانيس. طبعا ريحته حلوة. اللون الاصفر بتاع الاناناس اللي معروف يعني. ريحته حلوة والله جميل والله. طعم الاناناس فيه واضح. لا لا جامد. عجبني، لذيذ. طعم هي الأناناس اصل حلو. العبوة دي كملي. العبوه دي اساسا 330 زي الكنزايه تقريبا. لا بس 330 حلو، مللي. الاناناس بصراحة حلو. لا جميل. يلا نشوف حاجة تانية. تاني طعم ناجح برضو. خش على تالت طعم والاخير يلا معانا. بينا. واخر طعم معانا سبيروس باتس، ده بطعم العنب اليوناني. اللون بتاعه المميز ده اكتر واحد بيبقى متوفر دايما يعني. لونه موف. لونه جميل قوي. ريحته ايوه ريحته عنب فاهم، بس ريحه عنب غريب كده. طعمه ما عجبنيش، عامل زي الدواء. لا مشكله ده. لا ده طعم صعب. اتاكد بس. لا في طعم غريب كده في الاخر. لا ده مش تمام. لا انا بالنسبة لي دواء ده مش احسن حاجة. لا ده خلاص ده ممنوع ده. الموف ده بلاش منه يا جماعه، العنب اليوناني ده بلاش منه. طيب تعالوا بقى نشوف حاجة تانية. تعالى نخش على نوع شيبسي. يلا بينا. يلا بينا. ومعانا بقى من مداين الشيبسي منتج اسمه بيك شيبسي، ده بقى المنتج المصري بتاعه ب5 جنيه. ومعانا قطعه ياما منه الليمون الحلو والجبنه المتبله. وجبنا كمان الخل والملح والطماطم. ادي الانواع الموجوده دي، وفي انواع تانية بس احنا طبعا ما جبناش. هنبدأ بأول حاجة الخل والملح. هنا كده الكمية من جوه. كميه والله كويسه يعني. ده شكله من جوه اهو. شكله يعني محتفظ برونقه، مش مدغدغ ومدشدش. عايزين نشوف شكل ريحه الشيبسي. الخل والملح حلوه. بصوا الشيبسي ايه شكلها حلو. الريحه جميله قوي بتاعته. ندوق كده. لا، حلو عجبني. جدا. عجبني ده يعني زي الشيبسي الخل؟ بالظبط. الخل فيه مش واضح قوي، فيه شيبسي بيبقى خل وملح بيبقى خل ياما قوي، لا ده مظبوط حلو. والملح ده يكسب بتاعه معانا وينجح. حلو. خش على الطعم اللي بعده. يلا بينا. ده الليمون الحلو يعني كويس. الشيبسية بتاعته ده شكلها حلو قوي غير التاني. على بعضها كده بس كبيرة على كده بعضها. مكلبظة. بندوق. بسم الله. طعمه يجنن في ريحه الليمون كده. يجنن، حلو موت. فعلا ليمون حلو. انا مرة اسمع يعني احس بالطعم ده ليمون حلو. يلا نشوف اللي بعده. حلو برضو نجح معانا. تالت طعم معانا الجبنه المتبله. دوقنا بيك شيبسي الجبنه المتبله. دوقنا دي. شكله من جوه ايه، تحس الطعم بتاعه بيبقى مركز او البهارات اللي عليه بتبقى مركزه، عشان كده بيبقى لونه الجبنة المتبلة بتبقى كده ايه بص تجنن. عليه بهارات ياما تحس كده. الجبنة المتبلة هو طعم بتبقى- مركز. أنا كده جامد. انا لا حلو بصراحة. انا اصلا ما بحبش الجبنه المتبله، بس ده طعمه حلو. والقرمشه بتاعته ممتازه في كل الأطعمة اللي احنا دوقناها حتى الان. لا رشحه بشده. حلو بصراحة. ده نجح جدا ما شاء الله يعني. دول الطماطم. ده الطماطم. ريحه الطماطم جميله قوي يا جماعه، شموا كده معايا. شامين. بسم الله. طعمه قوي، قرمشته جامده جدا. ما فيش بقى المحروقه والكلام ده. عليه توابل كتيرة بس في الطعم ما بتكونش ياما بصراحة، لا بتبقى ده حلوة. رشحه بشده. البيج شيبسي ده يا جماعه رشحه بشده. حلوة قوي. اللي بعده واخر معانا بديل الكادبري والجلاكسي كورونا. كورونا. كان في أطعم كتيرة جبنا لكم طعمين منهم. وطبعا كورونا دي شركه مصريه معروفه وتقريبا بتصدر كمان بره. جبنا طعم قطع باللبن. وفي كريسبي شوكليت دي، وفي اطعم تانية كتير منها الدارك وكده، بس احنا ما جبناهمش بقى، قلنا نجيب. وفي احجام طبعا، في احجام اكبر من كده كمان واصغر يعني عايزة- متنوعه. يلا بينا ندوق نوصف. بص من جوه عامله ازاي، شكلها يعني بصراحه. والظهر بتاعها فيه شوكليت كريسب. اهو مليانه والله. اقل سنه. هي أقل منهم بصراحة. اقل سنه. طعم أقل بس هي أقل مش سنة. وحشة. مش مهم، بس دي مصري معلش معروفه اولها واخرها. لا بس حلوة. لا كويسه حلوه، ممكن كبديل تصد يعني، هتصد معاهم. لذيذة. نخش بقى على الميلك دي. مفيهاش بقى الشوكليت بقى والبدابيز بسم دي. الله الرحمن الرحيم. ريحتها حلوه. دي عجبتني اكتر. بس عادية.
يعني ما تجيش جنب الأطعمة التانية حاجة يعني، مش واو بصراحة. هي مش واو قوي يعني، شوكولاته عاديه خالص. شوكولاتة ملك عادية بصراحة. يعني هي ايه، مش هتصد قوي مع جالاكسي وكادبري، بس هتمشي الدنيا يعني. وبكده انتهى الفيديو بتاعنا معاكم النهارده. شجعوا المنتج المصري ونشوفكم الفيديو الجاي. باي باي. باي باي.